في لقاءات كقمة العشرين وبعيدا عن اقتصاد العالم وأزماته تصيد العدسات لقطات ذات دلالة. البعض يحاول بعناء الظفر بموطئ قدم. إنه الرئيس المصري الذي تداولت صفحات التواصل بكثافة انتظاره مصافحة أوباما دون أن يلتفت له الأخير ولا من حوله. مصر التي قال السيسي إنها ستكون قد الدنيا تظهر بروتوكوليا على نحو استاء منه كثيرون، ورأوا أنها أزمة الثقة الناجمة عن أزمة الشرعية التي ما زال الرجل يطارد شبحها منذ نفذ انقلابه العسكري قبل 3 سنوات. في مقابل تلك الصورة سجلت العدسات في قمة العشرين دوران الرئيس الأمريكي حول طاولة المحادثات كلها حتى يصافح نظيره التركي الذي لم يتحرك خطوة في اتجاهه. يتابع مشاهدون عرب كثر تلك الصور وغيرها مدركين أن الفرق بين تلك المشاهد يتمثل فيما يستند إليه كل رئيس. ينعكس الاستناد على الإرادة الشعبية ثقة وراحة أعصاب بخلاف طرق أخرى وصل بها آخرون لكراسي الحكم. أوباما الذي سعى لأردوغان هنا هو أوباما الذي انتظره السيسي وانتظره رئيس وزراء العراق طويلا قبل عام دون أن يلتفت إليه. ليس العيب في العدسات ولا في سوء نيتها بكل تأكيد. في الساحة العربية حكام يستأسدون على شعوبهم بينما تأتيهم زيارات لا يعلمون عنها شيئا في عقر أرضهم، فلا يجدون من بؤس الحال سوى ابتسامات الارتباك. وهو ذات الحاكم الذي ذهب أو ذهب به كما قال البعض إلى لقاء نصيره الأكبر فيما بدا استدعاء لا زيارة. حاول الربيع العربي وما زال الخروج من تلك الحقبة التي يحكم فيها رؤساء يطاردهم هاجس الشرعية.